بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي أحل لنا النكاح وحرم علينا البغي والسفاح، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على الصلاة، فالبيوت اللي يحافظون فيها على الصلاة بإذن الله تخلو منها المشاكل. قل معي: زوجتك أختي عائشة على كتاب الله وسنة رسوله، قبلت منك نكاحها على ما كان بيننا من صداقة وشروط، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بارك الله لكم، بارك عليكم، وجمع بينكم على خير. بارك لكم.
Thanks.